فاحنا كنا رايحين نعمل معرض، عملنا سيرفيز على الأردن ودراسة، لقينا ان احنا جالية رقم 2 بعد السعودية. الجالية المصرية في الخارج يعني حجما الأردن رقم 2 الجالية المصرية هناك. في نفس الوقت المشاكل اللي تمت في فلسطين وفي لبنان وفي العراق أدت ان الأردن بقت هب للجنسيات دي منذ سنوات، فبقى فيها opportunity عالية. عندك حجم جالية مصرية تقريبا 1 مليون مصري مقيم، وعندك يعني أجانب كتير جدا أو غير أردنيين يعني عايشين هناك، وعندك الأردنيين نفسهم. في نفس الوقت إحنا بلد مفيش بيننا وبينها تأشيرة مفتوحة، وعلى بعد ساعة الطيارة، ففيها كل العوامل النجاح. بس فرق العملة مغري جدا، يعني أنت الدينار الأردني ب70 جنيه، وبالتالي بعد التعويم أدى إن فئات كتير تقدر تشتري تقدر تشتري